النهاردة بقى هعمل معاكم كيكة بسيطة وسهلة جدا، مش هتاخد معاكم اي وقت، وكمان طعمها هيعجبكم جدا، مش هتبطلوا حرفيا ان انتوا تعملوها. يلا بينا نعمل كيكة الشوكولاتة بالبسكوت. في حلة هنجيب كوبايتين من الحليب وعليهم 4 معالق كبار من السكر و4 معالق كبار من النشا، وعليهم كوباية من الكريمة و4 معالق كبار من الكاكاو. هخلط المكونات مع بعض كويس على البارد. بعد كده هولع عليها النار، واهم حاجه وهي على النار نقلب باستمرار. اول ما القوام يتقل هضيف عليها قطع صغيره من الشوكولاته الدارك وهقلبهم كويس. بعد كده هجيب في بوله شويه من اللبن ومعلقه صغيره من النسكافيه وهقلبهم مع بعض، وهضيف عليهم البسكوت هدوبه فيه كده. بعد كده في صينيه هبدا اني ارتب البسكوت بتاعي. بعد ما حطيت البسكوت هضيف عليه طبقه من البودنج اللي احنا عملناه، وبعد كده هضيف تاني طبقه من البسكوت. يعني هي الكيكه هتكون مكونه من 3 طبقات من البسكوت و3 طبقات من البودنج. بعد ما عملت الطبقات زينتها بشوكولاته مجروشه ودخلتها التلاجة لمده 4 ساعات على الاقل. وبس كده الكيكه بتاعتنا جاهزت. ريحتها وطعمها كمان فعلا تحفه. البسكوت كمان طري شويه كده مع صوص الشوكولاته، طعمه خطير، كانكم فعلا رايحين تاكلوها بره. ولو عجبتكم الوصفه قولي رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو.